اي مطعم في الدنيا بيكون محظوظ ان عنده عميل من العينه دي. الف هلا وشفا. يا استاذ حسيني بقى كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان كان في لوحه فنيه هنا من شويه. ايوه، راحت فين اللوحه الفنيه اللي كانت هنا؟ للاسف. سؤال بقى، ايه رايك في مطعم بقالي؟ بصراحه المطعم اول حاجه بيقدم جوده محترمه جدا، يعني خامات نظيفه ما تلاقيش اي حد بيشتغل فيها، شهاده نعتز بيها. الله يخليك. تاني حاجه يعني برضه بيراعوا اللمسه الجماليه في ايه ده؟ كمل كنت بتقول ايه؟ بيراعوا اللمسه الجماليه جدا في ايوه تقديم الاكل. استنى هشوف لك واحده ثانيه. ايوه كمل يا شيخ كمل. وحاجه بصراحه غير مسبوقه وما حصلتش قبل كده بصراحه، ما شفتش كده في الدنيا. طيب نتكلموا جد شويه بقى، اديني الفلوس بتاعتي يلا بينا. ايوه كده. تمام، قول لي بقى ايه اكتر حاجه بتشدك في مطعم بقالي خلتك تيجي مره واثنين وثلاثه وتبقى عميل دايم في المكان؟ اقول لحضرتك انا واحد من الناس معدتي حساسه شويه، حساسه يعني اي حاجه باكلها بره لو فيها يعني حاجه مش نظيفه بسيط بتقلب معاك مشاكل. ممتاز. هنا انا لاحظت ان في يعني اكل نظيف، في حاجه مخدومه كويس، كميه محترمه، اسعار كويسه، والحمد لله يعني لما بحب اكل حاجه نظيفه يعني اول مكان بيجي في بالي هنا المطعم بقالي. طيب تنصح الناس اللي ما جربتش مطعم بقالي بايه؟ اول حاجه طبعا زي ما حضرتك فاهم بقالي فاخر، ده حاجه فاخر طبعا، اسم على المسمى. تمام. في اصناف جبن عايز اقول لكم خامات ما بتخش اصلا مطاعم كبيره جدا ما بتخشهاش. على فكره انا كنت شغال في مجال المطاعم ده من فتره، فعارف الجو التشغيل والخامات والكلام ده. حلو قوي. اول حاجه بقالي فاخر سندوتش او طاسه او بقوله بقالي فاخر فيها اصناف جبن، الجوده والشيدر والفلامنك والموتزاريلا. حاجه انا مذاكر كويس شيف. الله ينور الله ينور. يعني عشان حاجه انا بحبها بصراحه، يعني اول حاجه انا بطلبها حتى الشيف حسام عارف دي اساسي بالنسبه لي. حقيقي. تمام. بعد كده عندنا بالنسبه للحوم عندهم الروز بيف برضه طبعا، هم بيجيبوا عقد التليجانكو جاهز وبيصنعوه، عندهم الالف للياء، فطبعا بيطلع حاجه محترمه وحاجه معموله طبعا بحب وحاجه معموله بإتقان، فطعمها طبعا بيبقى جامد جدا. دي برضو انصح الناس، وطبعا المنيو كله حاجات نظيفه وحاجات محترمه، بس دول اكتر حاجتين انا بحبهم بصراحه. اي مطعم في الدنيا بيكون محظوظ ان عنده عميل من العينه دي. عينه استاذ الحسيني اكتر من كده والله. بيحب المكان، بيحب الاكل، بيدعمنا بكل ما اوتي من قوه. احبك انت شخصيا. الله يحبك يا رب، احبك الله يحبتني فيه. وحتى الراجل اللي ورا هناك ده اللي باين في الخلفيه ده هو اللي جاي، وهو قايم مبسوط برضه اهو. مبسوطين ان احنا بيضنا وشك قدام صاحبك، وان شاء الله نتمنى لك ونتمنى لنا النجاح في الدنيا وفي الاخره. وما تنسوش دايما ان بقالي بيحبكم. مستنيينكم تنورونا في مطعم بقالي او تتصلوا نبعت لكم الاوردر لحد عندكم. سلام.